بدايتنا مع تفاصيل عقد يستر. للاسف طبعا بعد النتيجه امبارح وبعد الكام ماتش الاخرانيين، يعني مع ان طبعا الاهلي ما خسرش ولا حاجه، بس تردد كلام عن تفاصيل العقد بتاع المدير الفني للنادي الاهلي، وان النادي الاهلي يقدر يفسخ التعاقد مع المدير الفني بعد اول موسم من غير اي شروط جزائيه. فاحنا دورنا كده في القصه دي عشان نشوف العقد بتاع المدير الفني. لو المدير الفني رحل خلال الموسم الاول ده، لان كان اتفاقه مع الاداره ان اول موسم ده هو لسه بيتعرف على الفريق وجاي على فريق مش بتاعه، فياخد عقده بالكامل. ده خلال اول موسم. من تاني موسم لو الاهلي مثلا فسخ بعد اول شهر من الموسم الثاني، يبتدي ياخد 4 شهور من الشرط الجزائي. 4 شهور تمام، لكن مش ببلاش خالص. يعني ما فيش الكلام ده. بس كده هياخد 4 شهور. اول موسم ياخد عقده كامل، من الموسم الثاني ياخد 4 شهور. طيب المعلومه اللي عندي انه اشرف داري بيتمرن، اترفع من القايمه بس بيتمرن ولسه بيقبض من الاهلي، الكلام ده صح؟ صح مظبوط. مش احنا مع بعض هنا لما انفردنا الحمد لله بالخبر بتاعه ده مع بعض، قلت لك ان النادي الاهلي عمل معاه عقد بشكل ودي ان هو يسوقه لحد شهر 6. فبالتالي اللاعب مضى على العقد ده بموافقته، فهو كده كده يعتبر على قوه الاهلي بشكل ودي لحد نهايه الموسم. خلال الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي، في بعض الدوريات لسه مفتوح فيها القيد، ففي بعض المحاولات ان هم يلاقوا له اي نادي خلال الفتره دي من القيد مفتوح فيهم ان هو يخرج. لو ده ما حصلش، اللاعب هيفضل يتمرن لحد نهايه الموسم، لان العقد لحد اخر الموسم ده. بعد الموسم ده لو اللاعب ما راحش المكان تاني يقدر يطالب بعقده كامل. فده موقفه لحد دلوقتي، هيتدرب مع الفرقه بشكل عادي خالص لو ما راحش اي نادي من اللي مفتوح القيد فيهم، واخر الموسم بقى يشوفوا قصه العقد بتاعه ده هيعملوا فيها ايه. وهو رافض اي حلول وسط؟ لا، ما رافض اي حلول وسط. فكره ان هو يتنازل عن جزء من العقد وياخد العقد بتاعه، لا، هو كان هيبقى ليه 2.5 موسم طبعا. النص ده هو مكمل فيه لحد دلوقتي مع النادي الاهلي، فبالتالي نهايه الموسم هيبقى ليه 2 موسم. طيب زيزو يرجع امتى؟ زيزو المفترض ان هو طبعا في الوقت ده شغال في التأهيل بشكل عادي جدا. في خلال 5 أو 6 أيام بالكتير زيزو هيبتدي يشارك بشكل جزئي مع الفريق، وبعدها طبعا يدخل التمرينات الجماعية. يعني ممكن يبقى متاح بإذن الله مع النادي الأهلي بداية من مباراة زد. يعني كمان ماتشين يبقى موجود، كمان ماتشين يكون موجود مع الفريق بشكل عادي جدا. في أخبار عن تريزيجيه؟ لا، مفيش اخبار عن تريزيجيه بصراحه. لا، ما سالتش عليه. مش عارفه نسيته ازاي. طيب المره الجايه نجيبه. هجيبه لك. الاهلي ودلفي. الاهلي ودلفي، احنا عارفين طبعا النادي الاهلي واخد نادي دلفي حق رعايه لمده 5 سنين. تمام. خلال اليومين اللي فاتوا تم انتقال لاعب اسمه علي الفيل من نادي دلفي للنادي الاهلي. لكن طبعا بصفه ان الاهلي واخد حق رعايه النادي، فاللاعب راح بشكل مجاني. لكن اللي انا عرفته ان خلال الفتره اللي جايه هيبقى في تعاون اكبر شويه، خاصه في قطاع الناشئين، لان واضح ان نادي دلفي فيه شويه ناشئين مميزين خلال الفتره دي. يعني فهيتعمل يوم رياضي ما بين النادي الاهلي وما بين نادي دلفي. هيتم في مباريات وديه ما بين القطاعات. بقى هيبتدوا بالبراعم الاول. النادي الاهلي ممكن يشوف المميزين في اللعيبه في النادي هناك ياخدها، بعد كده يشوفوا الفرق بتاعه قطاعات الناشئين هنا وهنا، ويبتدوا ياخدوا المميزين منها برضو خلال الفتره اللي جايه يعني. طيب نروح الى اخر عنوان موجود معنا، وهو التطورات الخاصه بصفقه الجزار. الشروط الماليه الخاصه بيها بالظبط. احنا عرفنا طبعا قيمه الصفقه وكده، بس الاهلي هيسدد الصفقه دي ازاي؟ ده ما كانش اتقال. الاهلي هيسدد الصفقه على 4 اقساط. بدايه الاول قسط للنادي الاهلي هيكون من ابريل اللي جاي. يعني الاهلي خد 4 شهور كده عشان يبتدي ان هو يدفع اول قسط من الصفقه بشكل متساوي على 4 اقساط بس كده. طيب بالمناسبه احمد رضا يعني مش داخل بقيمه ماليه في الصفقه. هو بلس الفلوس اللي مدفوعه في الصفقه اللي هم ال 60 مليون. تمام. يعني 60 مليون زائد احمد رضا. زائد احمد رضا. يعني مش هيتخصم قيمه مثلا لاعاره احمد رضا الفتره دي، لا، هو زياده على ال 60 مليون. ريهام نورت الدنيا. بنورك يا ابراهيم، متشكره جدا. مكملين معاكم بعد الفاصل، خليكم معانا.